بالنسبه للسحر اللي خطير جدا، هو ديال الصابونه اللي تيعوموا بها الموتى. وهذا من طرق السحر ديال المرض والسحر ديال الموت. تيمشيو عند شي مجرمه، راه تيوصلنا ليها كثير ديال الناس اللي وصلنا ليهم وقروا بهذه المشاكل. تيديروا تيمشيو عند شي وحده تتغسل الموتى وتيقول لها جيب لنا الخرقه والصابونه ديال هذاك السيد اللي مات. وهنايا تيديروا بها بعض العزائم شيطانيه وتيدفنوها في المقبره، شي مقبره تكون منسيه. هذيك العزائم تكون عزائم كلمات شيطانيه وباسم ديال هذا المريض هذا، وتمشي تتزبن. هذه راه طامه كبرى وعديد من الطرق ديال الصابونه. ثم البنات، هذه بالنسبه للبنات اللي تيتزوجوا. البنت من تكون تتزوج تمشي للحمام، تمشي مع عدوسها ولا صاحبتها ولا شي وحده تكرهها وتتاخذ لها الحوايج الخارقه وداك الشيء باش عامت، وتديهم للشوافات السحارات وتيعزموا عليهم ويتبنوهم ليهم. هنا تتولي الكراهيه، الراجل تيشم في مراته ريحه اللي هي كريهه، ريحه خايبه، وهنا تيكرهها ولا تتصاب بشي مرض. وخاصه اللي تتصاب بهذا المرض هذا القواط اكثر الحالات اللي وصلنا لها ديال النساء اللي تصابوا بالقواط سببهم السحر. ومن السحر هي الخرقه والصابونه باش يعوموا. فهمتي؟ ردوا البال بالنسبه للبنات اللي تيتزوجوا. الا بغيتي اختي تتزوجي وبغيتي تمشي للحمام نهار الليله ديالك، تمشي معك الام ديالك هي اللي ما غتغادركش. اما اختك من خوك، اختك من باك ولا من امك، ردي البال. راه واحد السيده جبنا لها السحر ديالها، والشيطان اللي ساكنها قال لنا بان اختها اللي من باها هي اللي غاتمنى ودات لها السحر في الملابس ديالها، من الفولار ديالها كانت دايره في العرس، ومن الخرقه اللي حكات بها والصابونه ديالها، ودفناهم في واحد المقبره اللي جيت طريق برشيد. فتنحضروا البنات ردوا البال، راه السحر ولا طامه كبرى، وخاصه هذا الشيء ديال الخرقه والصابونه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا ويحفظكم جميعا.